اسمعوا هالحكاية من الواقع. كان في واحد من البدو اتجوز بنت عمه، خلف منها 9 صبيان، وبالحمل العاشر الله رزقه ببنوته. وأول ما بشروه بالبنت قالوا له ألف مبروك إجتك بنت. زعل كتير واتضايق وقال يا ليلتي السودة، ومن وقتها هجر مرته. المهم مرت السنين وكبر الأب وعجز، ومرته صارت تخدم فيه، وبعدها بكم سنة مرته ماتت. طبعا كل أولاده متجوزين وكل واحد ملتهي بأولاده ومرته، وما كانوا يجوا يطلوا عليه إلا بالمناسبات. انشغلوا بدنيتهم ونسيوا أبوهم. بعد فترة بطل الأب يشوف بعيونه، انعمى. حتى بنته الوحيدة كانت متجوزة وبعيدة عنه، يعني ما بتعرف عن أبوها شي. هي ما كانت تروح عليهم كتير لأنه أبوها ما كان يطيقها. المهم أول بنته ما سمعت بالخبر إنه أبوها هيك متبهدل وما عنده حدا وتعبان كتير وعاجز وما بيقدر يقوم بحاله، دغري على الحارك راحت لعند أبوها، نظفته وحممته ومسحت له وشه وطعمته وغسلت له أواعيه وما خلت شي. هون الأب ارتاح وحس براحة. وهو نايم قربت البنت عليه وخافت يكون صايبه شي. قربت عليه لحتى تتأكد، مسحت على وشه بإيدها، قام مسك إيدها. قالها مين أنت يا أصيلة يا بنت الأصول؟ قالت له ودموعها على خدها عم تنزل، أنا ليلتك السودة، أنا ليلتك السودة يا بابا. هون عرف إنه بنته صار يعيط، ودموعه ما نشفت على خده وهو إلا سامحيني يا بنتي. وقالها يا ريت الليالي كلها كانت سودة. وقال بيت هالشعر، قال ليت الليالي كلها سود، دام الهنا بسواد الليالي. لو الزمان بعمري يعود لأحببتها أول وتالي، ما غيرها يبرني ويعود، ينشد عن سوآتي وحالي، وإلا أبد ما عني منشود، لولاها وأعزي لحالي. 9 رجال وكأنهم فهود، تباعدوا عني وعن سؤالي، كأنه الغلا والبر مفقود، كل غدا بدنياه سال.